وجودنا كان في البداية تقريبا من عام 2012-13 كمحبين وداعمين. كنت أنا وأخوي أحمد كعكي نائب رئيس مجلس الإدارة في ذيك الفترة، الله يذكره بالخير ويمسي عليه. كانت فترة انتقالية مثل ما أنت تفضلت، وفترة صعبة ما كان أي شخص يقدر يتقدم له، خصوصا أن كل الأندية كانت تمر خلينا نقول لك وهج مستوياتها، بوهج لاعبينها سواء المحليين أو المحترفين. الضغط الجماهيري كان على النادي ضغط عالي جدا. أي شخص كان يعدي في هذه الحقبة ال10 سنوات الماضية كانت مرحلة صعبة، ما كان أحد يقدر يعدي فترة 6 أشهر إلى 8 أشهر أو موسم بالكامل، سواء كان عن طريق الانتخابات ولا التكليف. كانت مرحلة جدا صعبة، كانت تحتاج أنك تفكر فيها مليا قبل ما تتقدم على رئاسة النادي. لكن كان عندنا شغف وحب الكيان قبل ما نكون، لأنه احنا من المدرج يعني ناس بسيطين قدمنا على النادي، وحبينا نيجي في هذه الفترة مع خلينا نقول لك شغف الشباب، يمكن صغر سننا في البداية، وحمسنا بشكل كبير قربنا في الفريق ذيك الفترة كداعمين بالشيء اللي نقدر عليه في تلك الحقبة أو في تلك الفترة. ثم بعد ذلك زي ما أنت تفضلت جينا وتقدمنا على الرئاسة وفزنا فيها اللهم لك الحمد، كانت بالتزكية. وبدأت المرحلة. شوف، جمهور الاتحاد جمهور جدا بسيط، ويحب انك تكون صريح معه، ويحب انك تخليه في الصورة، ويحب انك تستشيره، وبيوقف معك مهما كان بيوقف معك. ودائم يعني يكون لك درع للأمانة، وآرائهم يعني فنية أو تسويقية ترى دائما في محلها وبشكل كبير. وحتى الانتقاد بيكون بشكل يعني بيكون في صلب العمل، بدليل تلقى شخص ممكن ينتقدك نقد حاد، ولكن نفس الشخص في حين خلينا نقول لك بلاءك بلاء حسن تلقاه يمدحك. ما بينه وبينك ترى شيء شخصي، هو بينه وبينك حب الاتحاد، يتمنى انه يشوف الاتحاد باحسن واعلى صوره. وانا لو كنت مكانه بكون بنفس الحده، لان اكيد الاتحاد ما ينقص عن اي نادي، الاتحاد ركن من اركان الكره السعوديه، فطبيعي كمحب كمشجع كمنتقد اتمنى اني اشوفه يكون دائما المركز الاول كما تعودنا، لانك توك تتكلم عن الحقبه القديمه، كل الضغط الجماهيري كان يتمناك انك انت تكون مع الحقبه الجديده، انك تكون موجود تنافس على انديه الهلال، النصر، الاهلي. ما انت بناقص عنهم، انت الاول دائما، ومتعودين على الاولويه دائما، لان الحقبه العالميه كل الأندية استفادت وانطلقت بعدك، سواء تحقيقك لآسيا 2004 2005 وذهابك لكأس العالم للأندية. هذا إرث ما هو بسيط حققه نادي الاتحاد. فكان هذا صراحة بشكل عام. أما إذا جيت تكلمت عن بعد ما قرينا على تقديم الرئاسة، تعرف تقريبا خلينا نقول لك يمكن صغار بالسن أن يجون في هذه المناصب وفي هذه المراكز، وما كان متعودين. في البداية كنا حنا كمملكة عربية سعودية أخذنا دافع تقديم المناصب هذا من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يطول بعمره، وهو من قادنا في البداية. تحمسنا بعد ما شفنا النجاحات اللي بدأ يحققها من عام 2017 2018 2019، حبينا أن نكون موجودين في هذه الحقبة، حبينا أن نكون من ضمن كوادر الشباب اللي كانوا موجودين في المراكز القيادية، كلنا على حسب مجاله. شوف، من أول اجتماع في لي تصريح كان في شهر 6 2019 قبل حتى ما يجي التعيين الرسمي، ولكن كان في التقديم وتقريبا باقي التعيين الرسمي. وطلعت في لقاء وقلت إن شاء الله رايحين العالمية، وكان الناس تأخذوا بمحور سخرية خلينا نقول لك، والحمد لله أنه وصلنا له. لكن في تلك الفترة كان عندنا هدف أنه أول شيء تحقيق الدوري. كان وابو عصام كان جدا مركز على تحقيق الدوري، وكنا نتكلم في البدايه انه صعب، نحتاج انه نبني الفريق، وانه حنعدي في ضغوطات ما هي سهله، خصوصا انك كنت تقدر زي ما انت تفضلت تكون بعيد. انت في البدايه كنت تدعم مكافآت او شيء او لاعب او تجي في ضائقه ماليه للنادي، وتكون مثل اعضاء الشرف اللي في الانديه الاخرى، خلينا نقول لك تاخذ بياض الوجه. ما حد يتحمل الضغوطات الخارجيه، خصوصا انه الجميع زي ما كان متقدم وناوي يترشح، وكانت في اسماء كثيره كانت تدرج، وفي اسم او اسمين اتذكر ذيك الايام كنا نتواصل معاهم انهم كانوا يعني اكثر مننا خبره وعمرا ومنصبا وكذا، لكن الكل كان رافض لانه ضغط الجماهيري في الاتحاد كان عالي.
بس كان عندنا طموح انه لا، اذا اقدمنا على هذه الخطوه لازم نجيب الدوري، وبعد الدوري كاس اسيا، وبعد كاس اسيا نروح العالميه. هذا كان بكل صراحه كانت ترى ما هي بعيده، لانه كنا عارفين انه شوف لما انت توفر الموارد الماليه وتعرف كفاءتك الاداريه او الشخصيات اللي هتستعين فيهم في الاداره وشغفك وحبك للكيان، في اخر المطاف حتوصل. تحتاج وقت بس حتوصل، لانه خصوصا انه عندنا خلفيه كرويه نوعا ما، انا وابو عصام في استقطاب اللاعبين بشكل معين، وكنا عارفين الخلل. في ذيك الفتره معروف انه الخلل من سنوات طويله ما كان الاتحاد يستقطب مهاجم على سبيل المثال او صانع لعب على سبيل المثال، كان مستحيل لانه كنت ضعيف في السوق، كنت ضعيف ماليا، ما كنت تقدر توفر لاعب بامكانيات عاليه توازي طموح جمهور نادي الاتحاد وتوازي كيان ككيان الاتحاد. فكانت صعبه بالنسبه لك، لكن تعاهدنا في ذاك اليوم انه حنكمل للنهايه. كان اول تحدي بالنسبه لنا انه نجلس الاربع سنوات نأدي كل شيء علينا ونشوف ان شاء الله ان حققنا الدوري، حققنا بطوله اسيا وذهبنا العالميه، فاحنا حققنا ان شاء الله كل شيء كنا نحلم فيه. كنا نستقطب بعض الاسماء كل الحب والتقدير لهم، بس كان حسب الامكانيات الماديه اللي كان يقدر يوفرها النادي. وذلك الوقت كان الجمهور متوسم فينا خير ومتامل فينا خير، لانه انت طول الوقت دائما تيجي تنقذ الاتحاد من خلينا نقول لك من قصه معينه او من موضوع معين. فكان حبهم ودعمهم لنا في البدايه انه كان يبيك تحقق كل شيء في هذه الفتره او في هذه الحقبه. بدايه القصه كانت احمد حجازي. شوف انك انت تستقطب لاعب من البريمير ليج يلعب اساسي، يجي في وضع الاتحاد، بين قوسين وضع الاتحاد كان وضع جدا سيء، كان الفريق قاعد ينافس على الهبوط السنوات الماضيه او السنتين خلينا نقول لك الاخيره، حتى ان حققنا كاس الملك الفتره اللي قبلها او قبلها كمان باربع سنوات حققنا كمان كاس الملك وكاس ولي العهد 2017. كانت كؤوس بسيطه، بس ما كانت الفكره، ما كان في ثبات خلينا نقول لك لمستوى الفريق. كانت هي نقطه التحول. قصه احمد حجازي كانت اذكرها كانت بشكل كبير. كانت قبلها في البدايه كنت اتكلم انا وابو عصام، احمد كيف ممكن كان في البدايه ترى كان صعب انك تستقطب لاعب من البريمير ليج للدوري السعودي، هذا اولا. الشيء الثاني للاتحاد، وما كان في نجم شباك في الاتحاد او نجوم معينه تقدر انك انت تبني عليها في الاتحاد، فكان هو حجر الاساس في البدايه. الله يعطيه العافيه ما قصر صراحه، هو ذيب في المفاوضات، اقول لك بكل امانه. تواصل مع النادي مباشرة، جاب أحمد كعكي، جاب الموافقة. كنا موجودين في مباراة أشقائنا نادي الفتح في الحسا، أذكرها. كنت أنا وحامد البلوي الله يذكره بالخير. كنت أقول له إنه بنجيب حجازي، وكان يضحك، كان يقول يعني أذكره كان جنبي كنا أشوفه اليوم، كان يقول لي أحمد حجازي لو جاء نفس الطريقة حنا يعني حنريح. بعدين اقول له لا، فكنت قبل اتواصل على واتساب مع احمد وقع، حجازي وقع، قال لي حجازي وقع. فلسه قبل ما نعلن الاعلان الرسمي، كنا نعلن الرسمي وقت ما نوصل. فكان وقتها اناظر في حامد اقول له تتوقع ها يجي؟ قال لي مستحيل، صعبه، احنا تونا كنا الغلطه مع كان برونو يفين الظاهر، كان وقتها ما كان يقدم المستويات المأمولة في تلك اللحظه، وكنا عندنا يعني العثرة اللي كانت موجودة عندنا خط الدفاع. تعرف كان أول ما يجي فيك جول أو ما كنت متنظم دفاعيا كان الفريق على طول ينهار، مع الضغط الجماهيري الخارجي ومع كانت هذه العوامل كلها ما كانت تساعدك على النهوض وكانت تساعدك على النجاح. فكنت وقتها أقول له إنه أحمد حجازي وقع، قال لي وقع. فوقتها احنا اقنعناه، كان أحمد تكلم معه في البداية إنه احنا ترى ناويين نعدل وناويين نسوي كذا في الفريق، وعندنا هذه المشاكل الماديه وعندنا مشاكل في تاخر الرواتب وعندنا، وكان موافق. مع انه شوف ترى ذيك الايام في البريم ليج صعب انك تجيب لاعب زي حجازي وتقول له ترى انا ممكن اخر عليك الرواتب، خلينا نقول لك 4-5 شهور او حقك. او كان حاب في البدايه خلينا نقول لك بعد ما تعرف علينا وشاف حماسنا وكذا، حاب انه يكون ضمن المجموعه. وامسي عليه صراحه، انا يعني في محبه شخصية وفي محبة عملية، وفخور اني عملت معاه، وفخور اني كنت جزء من او اني كنت رأست فريق
كان هو من ضمن اللاعبين الموجودين فيه، لانه ساعدنا بشكل كبير، ومهما الواحد يتكلم ما يقدر يوفي حقه للشيء اللي هو قدمه لنادي الاتحاد في السنوات الماضيه. فارجع لك على الموضوع، فوقتها وقت الاقلاع ما انسى، قلت له حامد ترى حجازي وقع. ناظر كذا فيني ما انساه، قال لي ابو فيصل اكيد؟ قلت له اكيد. قال لي ان شاء الله نروح لبعيد. وسبحان الله جاء اول مباراه كان حجازي مصر على انه يشارك في مباراه الاهلي الديربي، ولا ما تمرن ولا تمرين. جاء ودخل ما تمرن ولا تمرين، وكنا فتره طويله كان وقتها تعرف المنافسه بين اشقاء النادي الاهلي، كان تلك الفتره اتمنى حتى يعني جمهور النادي الاهلي عزيز وشقيق واحبائنا ما يزعلون، لكن كانت 2016 17 كانت حقبه ممتازه بالنسبه لهم، دعم لا ارادي، دعم كبير عفوا، دعم من جميع خلينا نقول لك من جميع النواحي. كان استقطبوا لعيبه ممتازين تلك الفتره، عمر السومه كمثال كان ظاهر في الدوري السعودي، كان هداف في تلك الفتره. فكنا اول نجم يجي للاتحاد، واتذكر ذيك المباراه فزنا فيها 2-0، وحتى كان اللاعب اللي وقتها اللي كانت يغنون في ذيك الفتره عمر السومه، ما كان قادر، حجازي كان مانع عليه، خلينا نقول لك طريقه التسديد او ومن تلك المباراه انا اقول لك كانت الانطلاقه. شوف اذا انت بتشوف كورنادو، انت تتكلم كورنادو حقق الدوري كان الموسم الماضي مع نادي الشارقه، فكان صعب انك انت تستقطبه، خصوصا انه نادي الشارقه في تلك الفتره مدعوم، واذا كنت بتحصل على خدمات اللاعب ما راح تحصل عليها بمبلغ بسيط، والنادي كان يعدي بازمه ماليه، قاعدين تدريجيا نحاول انه احنا نبني فريق ونعالج المساله الماليه في نفس الوقت. فكان طلعت اخبار في البدايه انه نادي الاتحاد بيستقطب كورنادو، كان حتى المحبين والقريبين كان انه يعني يضحك بسخريه انه تحل مشاكلك اول بعدين فكر في كورنادو، لان كورنادو لو بيجي تلك الفتره كان حوالي 12 مليون 13 مليون دولار اذا ما خاب ظني، كان بس انتقال، وكان صعب نادي الاتحاد انه يوفر هذا المبلغ في تلك الفتره. والحمد لله وفق نادي الاتحاد في تلك الفتره، وتعاقدنا مع كورنادو، كان صانع لعب في تلك الفتره، وعلى مدار الثلاث سنوات الماضيه هو افضل صانع لعب في الدوري السعودي، حتى بعد خلينا نقول لك المرحله الانتقاليه اللي قاعد يشهدها الان الدوري السعودي، ما زال ورغم انه ما لعب كل المباريات، لكن ما زال انه يتصدر خلينا نقول لك الاحصائيات. فكانت صفقه ممتازه والحمد لله وفقنا فيها. انت في البدايه دائما لما تجي ادارات تحب تنسب الانجازات لنفسها، فيحبون يمشون كل اللعيبه اللي كانوا موجودين. احنا في تلك الفتره يعني قررت انا وابو عصام انه مين اللاعبين اللي كانوا مميزين عندنا، كان قروهي وكان كريم الاحمدي وكان رومارينيو، وابقينا عليهم بالاضافه الى حجازي وكورنادو، وبعدين صفقه حمد الله اللي انا اعتبرها من افضل الصفقات اللي مرت على نادي الاتحاد في الفترة الماضية وحتى في الفترات المستقبلية. ليش؟ لسجل اللاعب واللي قدمه النادي الاتحاد واللي ما زال يقدمه واللي ان شاء الله حيقدمه في المستقبل. ليش؟ لامكانيات اللاعب العالية جدا، لرغبة اللاعب، لحب اللاعب للكيان وللإدارة وللاعبين، وحب اللاعب انه هو يقدم اشياء مرة كثير. الاشياء اللي عدت على حمد الله اشياء ما هي بسهلة، سواء على الصعيد الشخصي او على صعيد خلينا نقول لك عمله في نادي النصر سابقا، او كانت مراحل جدا صعبه. هذه امور عدى فيها لاعب ولاعب نجم وهداف من الطراز الاول. كنا في معسكر دبي، وشوف هذه يعني تفاصيل التفاصيل. كنا قاعدين نلعب مباراه وديه كانت، وانتهت المباراه 2-2. كنا قاعدين في المدرج قاعدين نحكي انا واحمد وحامد تلك الفترة، وقاعدين نقول انه اللي قاعد ينقصنا الان في الفريق مهاجم من الطراز الاول يكون موجود.
فقلت لي كان قبلها طبعا في موضوع، قبلها طبعا الصيف الماضي وبعدها كان في مفاوضات انه تاخذون حمد الله مثل اول نشر سابق، والقضيه اللي حصلت سابقا والحمد لله وفق الاتحاد في النجاح فيها لانه ظهر الحق في النهايه فيها. قلت ليش ما نجيب حمد الله؟ طبعا اناظر على طول التعزيز حامد، اقول لك بصراحه يعني هذا شو القصص. قال لي حمد الله والله يعني ان جاء وكذا ما نملك كنا الماده، لانه اللاعب وكما كنا نسال كان راتبه جدا عالي في او قبل الفتره لما عرض فيها كان عالي الراتب، ولو جاء نادي الاتحاد ما حيقدر يدفع يمكن نص الراتب في تلك الفتره، لانك انت ما زلت في مرحله خلينا نقول لك البناء مع معالجه الامور الماليه، لانك انت مضغوط كنت من وزاره الرياضه سمو الامير عبد العزيز، برنامج الحكم اللي وضعه ودعم الانديه اللي كان موجود يطبق بحذافيره، وانت تعرف امسي عليه طويل العمر واقول له ان شاء الله كل شيء قدمناه حسب مراهنتك كانت علينا كاداره اتحاد، لانه ساعدنا كثير مثل ما ساعد كل الانديه السعوديه، ووقف جنبنا كثير مثل ما وقف مع كل الانديه السعوديه، والحمد لله شفنا المنتخب وشفنا الانديه وين وصلت الان بدعم وتوجيه واشرافه بعد سمو سيدي ولي العهد الامير محمد سلمان. ما حد يقدر ينكر جهه الامير عبد العزيز الفيصل ولا وزاره الرياضه ولا اتحاد القدم برئاسه اخي ياسر المسحل تماما. عمل لابد ان العمل يكون فيه اخطاء، لكن ما حد ما ينكر مجهودهم تماما في خدمه الانديه السعوديه، والحمد لله النتائج الماضيه كلها انعكست عليهم بشكل عام. الحمد لله. حمد الله. ليش ما نجيب حمد الله؟ وقتها نظرت لكعكي قال لي كنا قبلها عندنا لاعب كان كثير مشاكل، وكان مغربي وكان مشاكله كانت كثيره جدا، فكان يقول انه كنا نسمع انه حمد الله كان في ما نعرفه، كنا نسمع انه كان في مشاكل مع الانديه السابقه خلينا نقول. فقلت لي ابو عصام قال لي احنا تونا ما نبي مشاكل، غرفه الملابس اهم شيء كذا. قلت طيب ايش رايك تكلموا فيديو كول وحامد كلمه فيديو كول ونتكلم مثلا بكره نشوف كيف الوضع. قال لي والله فكره. كلمنا وقتها، هو كان في امريكا حمد الله، كلموا الشباب فيديو كول، جاني احمد اليوم الثاني قال لي اللاعب ممتاز، انا قلبي ارتاح له، والظاهر انه اللي كنا نسمع عنه كلام غير صحيح. كلمته قلت له الحمد لله احنا ترى ودنا نكون انك تكون موجود معانا، بس ترى احنا امورنا الماليه 1 2 3 احنا ما نقدر ندفع الرواتب في نفس الوقت، اوضاعنا هذا الشكل، احنا متميزين مثلا خلينا نقول لك في المكافآت، لكن في الرواتب تحتاج انك تصبر علينا. قال ابد، انا ودي اكون جزء، ودي العب في جماهيريه نادي الاتحاد وجماهير نادي الاتحاد، ودي اكون جزء من المجموعه انه احنا نرجع نادي الاتحاد للبطولات او لسابق عهد وثاني مره. قلت له ترى التحدي اللي انت فيه لازم تجيب الدوري يا حمد الله. قال لي ان شاء الله انا قد التحدي وبتشوف ان شاء الله ابو فيصل. سبحان الله جاء وكانت انتقال جدا سهل، ووافق على كل الشروط خلينا نقول لك اللي كانت مقدمه من نادي الاتحاد، وجاء اول موسم وشفنا المساهمات وكنا كقاب قوسين او ادنى نحقق الدوري. سبحان الله ما توفقنا خلينا نقول لك في الامتار الاخيره. شوف الاتحاد صعب ينكسر، الاتحاد ما ينكسر، الاتحاد نادي كبير ونادي عظيم، والدليل شوف الاتحاد الان وين موجود، شوف الاتحاد الآن يقارع على البطولات، شوف الاتحاد الآن جماهيره بجميع اللاعبين الموجودين تلغى أصغر جمهور اتحادي ما هو راضي يتمنى الأفضل. حققت دوري، حققت سوبر، راح تلعب كأس العالم للأندية، أبي كأس العالم للأندية. هذا ترى شيء ما هو بسهل، صعب إنك تخسر الدوري وأنت خلاص يعني قاب قوسين أو أدنى، خلاص احنا خلينا نقول لك لمسنا الكأس. نقطيا أنت خلاص قريب، ما عاد باقي لك شيء. كان عندنا أخطاء في البداية جميعا إدارية وفنية، لكن مهما كانت كان ممكن أنك أنت تحصل على الدوري بشكل أو آخر، لكن يوم فقدناه أقول لك بصدق قد خلنا نقول لك التعب، وقد مثل ما أنت شفت ترى اللعيبة بكوا في أرض الملعب والإداريين بكت في غرف الملابس وصارت أشياء، لكن كلنا تعاهدنا وتكاتفنا بنفس الوقت. ذهبوا اللعيبة إجازة، كلنا ريحنا، كل الجهاز الفني والإداري. بعد كده اتفقنا أنه نتقابل في المعسكر. أول يوم رحنا المعسكر فيه كان الجهاز الفني والإداري، قبل طبعا التعاقد مع المدرب نونو سانتو في دبي، ثم بعد ذلك قررنا المعسكر. احنا كنا من قبل مرتبين المعسكر أنه يكون في النمسا. رحنا النمسا أول يوم، أول يومين، أول 3 أيام الفريق ما هو الفريق إلى الآن يمر لأنها أزمة نفسية للجميع كانت. طلبت اجتماع مع اللاعبين
والإداريين في نفس الوقت. وأذكر شوف هذه كانت من ضمن الأسرار، خلنا نقول لك ممكن قرارات ارتجالية إدارية أو شيء من هذا القبيل، جبت سبورة وكتبت فيها كل شيء حصل العام الماضي، والكل كان يعني يلتفت لأنه كان وقتها أنه مين بيبقى مين بيروح مين كذا. قلت لهم شوفوا، رئيس النادي موجود، نائب رئيس النادي موجود، مشرف على الفريق موجود، مدير الفريق موجود، اللاعبين موجودين، ما في ولا شخص حيتغير ولا شخص حيمشي، لكن مثل ما حنا حنراهن عليكم وأنا براهن عليكم شخصيا، أنتم لازم تكونون قد الرهان. الأجواء اللي قاعد أشوفها هذه ما هي أجواءنا، إحنا مجموعة كنا متكاتفين أكثر من كذا. وكتبت أشياء كثير كانت على السبورة، كان من ضمنها الأشياء اللي صارت العام الماضي الإيجابية والسلبية والتكاتف للعام الجديد، العام المقبل. تكلمنا، وأجمل ما كان في ذاك اللقاء أنه الكل تكلم، رئيس النادي تكلم، نائب رئيس النادي تكلم، المدير الفريق تكلم، اللعيبة تكلموا مع بعض. ترى صعب أنك تلقى لعيبة يتكلمون في ظل وجود الأجهزة الإدارية. الكل صار يلوم الثاني ويقول أنت أخطيت في كذا، وأنت كان عندك مشكلة في كذا، وأنت لازم تعدل كذا، وإحنا لازم نوقف مع بعض ونشيل بعض. كانت الفترة هذه، شوف خرجنا من الغرفة، طبعا مع أسرارها ما أقدر صراحة أحكي في أشياء كثير، لكن خرجنا من الغرفة جاني أحمد حجازي وطارق حامد، كانوا يعني يجرون يلحقون وراي، قالوا لي أبو فيصل إن شاء الله السنة بنحقق أكثر من بطولة، والسبب ترى السبورة. وقعدنا نضحك، وسبحان الله رجعنا قدمنا موسم كان الكل متخوف. كل ما كان يتقدم الاتحاد يقول لك الاتحاد بكرة بيطيح، بعده بيطيح، بعده بيطيح، بعده بيطيح، إلى أن أصبح بطل السوبر بجدارة واستحقاق، ولأول مرة يدخل خزائن نادي الاتحاد، وبطل الدوري بكل جدارة واستحقاق. شوف في ظل خلنا نقول لك كل الفرق المنافسة كانت تلقى دعم شرفي من الجميع، ما كانت حقبة انه فترة هزة في بعض الأندية ولا شيء، لا كان يقارع، بدليل انه كان النصر يملك كريستيانو رونالدو، فكان الكل في ذيك الفترة انه اكيد انه النصر بيحقق السوبر وبيحقق الدوري، خصوصا انه كان متقدم علينا في ذيك الفترة. ولكن سبحان الله برهن الاتحاد في أرضية الملعب على قوته وجبروته وهيمنته، وتوج ببطولة دوري ذهب فيك العالمية. يعني كان انت يمكن لو حققت الدوري اللي قبل ما كان حيكون فيك خلينا نقول لك نفس الروح، مع انه مع العكس. ترى صدقني اداريا وفنيا اول ما تبدا تشعر في البطولات تبدا خلينا نقول لك هل من مزيد، تتمنى انك تعيش هذه الاجواء دائم، خصوصا انه جماهير الاتحاد جماهيريه طاغيه ولا يرضون الا بالذهب، ما ارضى باي شيء ثاني غير الذهب. الوفاء والولاء من طبع نادي الاتحاد، وهذه الغريزه احنا نبغى نرسخها ترسيخ جامد في اللاعبين او المحبين او كل شخص ينتمي لهذا الكيان. ما كنا، لانه كان الاتحاد الفتره الماضيه كان يعاني من صراعات، خلينا نقول لك صراعات داخليه، صراعات على انتصارات في الراي. كنا نحاول انه نوحد الصوره بقدر الامكان. انت مثلا تكره انمار ما في مشكله، حقك، ما في نهايه المطاف ما تقدر تجبر انسان على محبه شخص، لكن نجتمع في حب الاتحاد، ولازم الاتحاد يكون له من اسمه نصيب. فكنا قاعدين نحاول انه احنا نرسخ هذه المعلومه، انه لو جانا لاعب لازم مثل الاستقبال اللي جانا يذهب فيه او يغادر فيه، او اداري او مدرب. ما كنا نحب انه احنا ما يكون عندنا خلينا نقول لك الوفاء والولاء، انه خلاص انت فترتك مثلا خلينا نقول لك بالعاميه انتهت، مع السلامه، نبي الجديد. بالعكس حتى اللاعب الجديد يوم يشوفك انت قاعد تتعامل بوفاء وولاء مع لاعب قدم لك هذا الشيء، صدقني بيحترمك. من اكثر الاشياء اللي خلتنا ننجح بنادي الاتحاد صدقنا، قربنا من اللاعبين ترى بصدقنا، محبه اللاعبين لنا ترى الحمد لله بصدقنا، ما هو شيء ترى يعني بعيد. مصير انه يوم من الايام نرجع المدرجات. وعلى فكره انا وحشني المدرج، لانه يعني ترى وجودك في المدرج انك انت تشوف المباراه غير لما تكون رئيس النادي، ترى ما في ضغوطات. واللهم لك الحمد انه احنا كنا جزء من فريق العمل او من الناس اللي عملت في بناء الاتحاد الفتره الماضيه، السنوات الماضيه، وانه احنا الان موجودين. المملكه العربيه السعوديه الان اول استضافه لكاس العالم للانديه، ونادي الاتحاد نادي الوطن هو المستضيف. هذا تاريخ، والتاريخ ما هو سهل. وكون ان احنا نعمل في الحمد اللهم لك الحمد في هذا الرخاء من دولتنا الغاليه، 2034 استضافت كاس العالم للانديه، فازت فيها المملكه العربيه السعوديه،
ونادي الاتحاد هو مستضيف لكأس العالم للأندية 2023، هذا أمر ما هو بسيط. وأنا متأكد بإذن الله أنه مشاركتنا مثل ما أنا قلت أول، رغم الصعوبات ما راح تكون عادية، إن شاء الله حتكون ممتازة ومتميزة، وحنروح بعيد في هذه البطولة بإذن الله. إصرار أحمد حجازي أنه هو يكون موجود في كأس العالم، هذا الإصرار هو سبب من أسباب نجاح نادي الاتحاد في الفترة الماضية أو في السنوات الماضية. حتى أقول لك قصة، أنه كان بعد الصيفية قال لي أبو فيصل أنا يعني أبغى أرجع بقوة وحرجع بقوة. قلت له شوف نادي الاتحاد وإحنا شخصيا حنوقف جنبك، وإحنا عارفين أنه أنت عندك، ومتأكد أنك آخر الموسم هذا إن شاء الله أنك أنت بترفع بطولات باسم نادي الاتحاد. ليش؟ لأنه الطريقة اللي يتعامل فيها أحمد حجازي مع نفسه أحمد حجازي توحي لك بأنه هذا اللاعب لديه الشيء الكثير اللي هو يقدمه. شوف إن شاء الله هو الآن خلينا نقول لك كاسر الأرقام القياسية في الإعادة من الإصابة، وإن شاء الله أنا متأكد وواثق أنه حيقدم مستوى أكثر من المأمول منه إن شاء الله في كأس العالم وبعد كأس العالم إن شاء الله. ال5 سنوات الماضية كان عندي إيمان اللهم لك الحمد وإحساس داخلي أنه راح ننجح كمجموعة، لأنه شوف صدقك وصفاء نيتك أنت والمجموعة اللي قاعدة تخدم الكيان، الناس اللي قاعدة تخدم الكيان قاعدة ترى تخدم بدون مقابل بحب. ترى أنت تشوف 90 دقيقة ما تعرف إيش قبلها ولا بعدها من تحديات ومن ظروف صعبة. أنت تتكلم عن فريق أول بس، مو تدير نادي كحجم نادي الاتحاد. هذا أبدا موضوع ما هو بسيط، ولا تقدر ولا سهل إنك أنت تدير وأنت خلينا نقول لك في هذه المرحلة العمرية بالسن، سواء كنت رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس أو مجلس الإدارة كامل. كانت مرحلة جدا صعبة انك انت تخرج من خلينا نقول لك من القوقعة حقت 2019 ل 2020، بعد كده توعد جماهيرك اول تصريح وعد انه الاتحاد ان شاء الله ما راح يمر اخر سنة يعاني فيها الاتحاد. هذا امر ما هو سهل، تجي قدام ملايين وتقول لهم توعدهم هذا الوعد، هذا امر ما هو بسهل. توعد جماهيرك انك تروح العالمية، هذا امر ما هو بسهل. توعد جماهيرك انك انت تحقق السوبر، هذا امر ما هو بسهل. قبل أتذكر كان مباراتنا مع شقانا نادي الشباب في جدة، وكان الجمهور جميعا ينادي بيهتف باسمي يقول نبي السوبر، ما أنساها. ورحنا الحمد لله والله وفقنا وجبنا أول بطولة كانت تدخل خزينة الاتحاد سوبر. توعد جماهيرك إنك أنت تحقق الدوري في ذاك السيناريو الدراماتيكي، تتعادل مع شقاك في نادي الهلال في آخر دقيقة، تنهزم مع نادي التعاون في القصيم، تجي تضطر إن لازم تفوز على أبها، وتفوز على الباطن، وتفوز على الطائي، وتفوز على كانت سنوات انت ما بتفوز، انت لك 6-7 سنوات ما تفوز على الباطن في جده، كنت دائما تتعادل معاه. والفرق هذه كانت تجيك مرتاح، ما كان عنده شيء يخسره، ما عنده ضغوطات، وانت مضغوط زي ما انت تفضلت. 60,000 متفرج، الكل صغير كبير محب، الكل قاعد يجي ارض الملعب يشوف، خلنا يفرح، يحس انه بيفرح. ومثل ما شفت اللقطات كانت جدا معبره. يعني اللهم لك الحمد انه احنا كنا جزء. أنا أحمد الله صراحة على محبة الناس، إنه وين ما أروح ألقى الناس الحمد لله تدعي إنه الله يوفقنا، وإنه تلتمس إنه الشيء اللي أنت ضحيت فيه، خلينا نقول لك وقتك، صحتك، مجهودك، أموالك. أنا بالنسبة لي ترى شيء ما هو بسيط، يعني معاناة ترى صعبة جدا، بس الاتحاد يستاهل. بالنسبة لي الاتحاد يستاهل. ومن يوم ما خلينا نقول لك جينا واتفقنا كنا قاعدين ودائما نقوي بعض. سبحان الله المجموعة الموجودة دائما كانت تقوي بعض، انه لا الفترة هذه لا لابد انه احنا ان شاء الله حننجح. الفترة دي صعبة، ما في شيء سهل، وقربنا الحمد لله من اللاعبين. ترى من يمكن اكثر سبب للنجاح كان قربك من اللاعبين بعد توفيق الله عز وجل. اللاعبين يمرون بظروف لازم تكون مع كل لاعب. تخيل انت في بيت اسرة فيها 4 مثلا ابناء، صعب انك تديرهم، فما بالك انت هذول الكل الموجود، ال30 او ال50 شخص الموجود بس في الفريق الاول، لابد انك انت تعتني فيهم، والكلمه منك تفرق عن كل احد. كرئيس مجلس اداره للنادي لها تقدير ولها وزن عندهم، غير الخلاف المحبه الشخصيه بتكون بشيء كبير. فتخيل انك انت تفضي هذا الحيز الكبير من حياتك الشخصيه يعني توهبها لهم بهذا الشكل الكبير، ما هي سهله. اجمل احساس وشعور كنت اشوف كاس المركز الثالث وكاس المركز الثاني وكاس المركز الاول، البلاتيني والسيلفر والجولد. كان بالنسبه لي أجمل شعور أنك تشوف هذا التدرج الإداري. كان خلينا نقول لك إحساس بالنجاح ولا يوصف، لأنه مهما كان تقدر تحقق كل شيء، لكن التاريخ صعب أنك أنت تكتبه، وبالذات في نادي كنادي الاتحاد محقق هذه البطولات وهذا الإرث وهذا المجد السابق.
المرحلة العمرية تتطلب أشياء مرة كثير تحتاجها كاحتياج شخصي، تضطر أنك أنت تقصر على نفسك فيها حب، خلينا نقول لك، للكيان والاتحاد، وعارف أن هذه الأمور حتروح ما راح ترجع. يعني اقولها لك بصراحه، حتروح ما راح ترجع. بس قلت لك التاريخ كتابته مو سهل، لازم لابد انك تضحي، ما في نجاح من غير تضحيه. وقت ما نزلت استلم كاس الدوري كان كل الجمهور يهتف باسم ابو فيصل، الكل كان متعجب. انا بالنسبه لي كان مثل الجبل وانزاح على قلبي او على كتفي نزل من كثر ما شفت محبه الناس، وكيف ادخلني السعاده. خلينا نقول لك الجمهور الاتحاد بهذا الشكل.